برق ليش طلعت تشكر السعوديين وأنت دائما ضدهم؟ يا برق ليش طلعت تشكر السعوديين وأنت دائما تغلط عليهم؟ هكذا وصلتني أكثر التعليقات في آخر مقطع نشرته اليوم عندما طلعت وشكرت أخواننا السعوديين بوقفتهم مع الطفل الصقر. على فكرة أصحاب التعليقات هذه المريضة أو الجاهلة كانوا كثير في حسابي، ومع الأيام منهم الذي كبر ومنهم الذي شافه الله. أولا من لا يشكر الناس لا يشكره الله، وأنا أتحدى أبو أي واحد يعطيني فيديو إني غلط على السعودية أو على الشعب السعودي. توضيحي هذا ليس تبريرا ولكن توضيحا لبعض العقول الصغيرة. أنا عندما كنت أطلع في فيديوهات وأرد على السعوديين، مش إن أنا كنت أعم، كان في سعوديين يطلعوا يستنقصوا في الشعب اليمني، سعوديين يطلعوا يستهزئوا بالشعب اليمني، سعوديين يطلعوا يتكلموا عن أصل العرب، يقولوا أصل العرب، أنتم عارفين إيش الذي يمري، كلام جهلة، وهذا هم الذي لا يمثلوا الشعب السعودي. كنت أطلع أرد عليهم وأقبي، كوني كيمني ما أصبر، عندي نار في صدري، عندي غيرة على الشعب اليمني أو على اليمن، خط أحمر. من جانا بالشر جينا له، ومن جانا بالخير حطينا على العين والرأس. احنا نشكر الشخص الذي يوقف معنا، نشكره دائما، والذي يجينا بالشر وقفنا له، لا عيون حمراء. هكذا أي يمني، مش إلا أنا، أي يمني مستحيل أي يمني يسكت عن شخص استهزأ فيه أو استنقص فيه أو سبيه أو غلط عليه أو ظلمه. فتشوف اليمنيين كلهم بيردوا، مش إلا أنا. وكان في توصلني من مغتربين يمنيين مظلومية من كفيلهم، وكنت أطلع وأتكلم عن المظلومية هذه وأقف مع اليمنيين. يعني اليمنيين ما عاد معنا إلا نوقف مع بعضنا البعض، لا عندنا وزارة خارجيات ولا عندنا أحد إن إحنا نلجأ إليه، ما عاد معنا إلا نتكلم ونشفي غليلنا في المواقع التواصل الاجتماعي. مثل ما قلنا لكم، من جانا بالخير جينا له، جانا بالشر جينا له. فأكرر شكري وتحياتي للشعب السعودي الشرفاء.